يا صباح الفل. يوم جديد حبيت ابتديه بموضوع متفائل ولطيف، وكلنا اصلا بنفكر فيه طول الوقت وبندور عليه وبنتكلم عنه. موضوع يا جماعة لطيف جدا. احنا يا ترى بندور على ايه في العلاقات؟ علاقاتنا هي علاقات الصداقة، علاقات الحب، كل العلاقات، علاقات الأسرية. انا بتكلم بشكل عام. في العلاقات الإنسانية احنا بندور على 7 حاجات. أول حاجة منهم هي المشاركة. أنا بدور على المشاركة في العلاقة ديت. يعني إيه؟ يعني بدل ما أروح أقعد على كافيه أشرب قهوة لوحدي، أنا أحب إن صديقتي تشاركني نشرب مع بعض. بدل ما أسمع أغنية أنا بحبها لوحدي، لأ حبيبي يسمعها معايا، وهكذا. المشاركة، نعمل كل حاجة نقدر نعملها مع بعض نعملها مع بعض. أنا مش قصدي طبعا المشاركة في كل حاجة 100%، لأ، بس بتكون في حاجات لطيفة صغيرة لو تشاركنا فيها بتخلق روح حلوة في العلاقة. وأكيد أكيد كلنا بندور على ده في علاقاتنا. تاني حاجة الاحتواء. الاحتواء يا جماعة حاجة مهمة جدا جدا، وكلنا بندور عليها في العلاقة. لما أكون زعلانة أو تعبانة ألاقي حضن يحتويني، صديقة تطبطب عليا، صديق يقولي معلش، حبيب يقولي لأ هتتحل وبكرة هتنور. الاحتواء حاجة مهمة جدا، يحتويني بكل العيوب والمشاكل اللي في شخصيتي، يتقبلني ويحتويني. طبعا طبعا دي حاجة أساسية إن احنا بندور عليها في العلاقات. رابع حاجة أو تالت حاجة سوري، التواجد. التواجد ده بقى حاجة مهمة للغاية، وبتفشل أصلا علاقات كتير جدا جدا. إن أنا دلوقتي في أزمة ما، ومحتاجة أكلم حد ضروري يقف جنبي، وإذ بي أفاجئ إن أنا أكلمه ما يردش عليا مثلا، أو أكلمه يقولي لا والله ماشي أصل أنا مش عارفة مشغول في كذا، هرجع أكلمك تاني. أنا مش عايزة أقول لكم ده بيبهدل العلاقة قد إيه، لأنها أساسا حاجة من الحاجات اللي أنا بدور عليها في العلاقة بتاعتي. لما يكون صديقي، أنا محتاجة صديق يقف جنبي، يبقى سند ليا، ظهر. محتاجة زوجي يبقى ظهر ليا، واقف جنبي، متواجد في كل الأوقات اللي أنا أحتاجه فيها، حتى لو مشغول يا جماعة. يعني أنت لو صديقك مشغول ومشغول في حاجة كبيرة، لكن هو بيحبك وأنت صديقه، لأ، حقك عليه إن هو يقف جنبك، إن هو يتواجد في مشاكلك وفي أفراحك وفي أحزانك. أمال هتكون إيه هي الفايدة من العلاقة؟ إن احنا نكون جنب بعض، وإن احنا نساعد بعض ونقف جنب بعض ونسند بعض. ورابع حاجة عندي الاهتمام. طبعا كلنا بندور على الاهتمام في علاقاتنا. الاهتمام طبعا يشمل حاجات كتير جدا، بس ممكن تكون أبسطها إني أهتم بتفاصيلك، أهتم بالحاجات اللي أنت مهتم بيها، أهتم بمشاكلك، أهتم بأفكارك، أهتم بحياتك، أهتم بحالك. ما قللش مثلا من فكرة أنت بتتكلم فيها، ما قللش من مشكلة أنت جاي تكلمني فيها، لا، أهتم وأسمعك باهتمام وخليني لا مسانداك. ده طبيعي، ده لازم اني اهتم ان انت مثلا حياتك كويسة، اسأل عليك كل فترة. لو احنا اصدقاء كل فترة مهم ان احنا نسأل على بعض، نهتم ببعض بحالنا، نشوف دنيتنا عاملة ايه. الموضوع بتاع الاهتمام ده طبعا كبير ومهم جدا. هو انا يمكن مش هتكلم عليه كتير لان انا حاسه المفروض يبقى طبيعي، يعني طبيعي انا صديقي او جوزي او whatever، طبيعي ان احنا نكون فيه اهتمام بينا. يعني لو مفيش اهتمام على فكرة مفيش علاقة. يعني ده اللي انا بشوفه. لو مفيش اهتمام وانا مش موصله لك ان انتي صاحبتي الانتيم، وان انتي مهمة بالنسبة لي، وان انا بقلق عليكي، وان انا بحبك تبقي سعيدة، كل ده لو مش موجود انا بحس ان اصلا مفيش علاقة بقى. احنا كده ايه، دي تبقى زيها زي بتاعة الفجل اللي قاعدة تحت البيت، اعدي عليها الصبح اقول لها صباح الخير ازيك واسيبها وامشي، ولا يهمني بقى هي عملت ايه، صحيت نامت اكلت شربت، عيانة مش عيانة، مبسوطة زعلانة. فالاهتمام انا بشوفه اساس، بصراحة اساس اصلا وعمود، هو اللي بيطلع العلاقات. فعلشان كده طبيعي ان احنا ندور عليه ان هو في العلاقة، ده شيء طبيعي. النقطة اللي بعدها
بندور على السعادة. انا اول ما قلتها حسيت بابتهاج على فكرة. لان اكيد احنا بنبقى عايزين نبقى سعداء في علاقاتنا. هو انا ليه مخطوبة ولا متجوزة ولا عندي اصدقاء؟ علشان انا بنبسط معاهم. بننبسط ازاي؟ باشكال مختلفة بقى طبعا، كل واحد على حسب، لكن المهم ان انا بكون سعيدة مبسوطة، حاسة ببهجة وانا بكلم معاهم، حاسة بانبساط وانا قاعدة معاهم، عايزة اشوفهم، عايزة اقابلهم. دي طبعا الشعور بالسعادة كلنا بندور عليه في علاقاتنا، وده اهم حاجة. لان انا لو في علاقة ومش مبسوطة، انا ايه اللي يخليني اكمل فيها؟ صح ولا ايه؟ الطبيعي ان انا ببقى جنبك او جنبك علشان انا بحبك، فطبيعي ان احنا هنبقى مبسوطين مع بعض وعلاقتنا كويسة. لكن لو مفيش سعادة او مش مبسوطة في القعدة معاكي، اكيد مش هفضل معاكي. تمام. النقطة اللي كمان اللي بعدها يا جماعة الاحساس بالتميز. هي دي نقطة طبعا ممكن تحسوها يعني انانية شوية، بس هي ده اللي انا قريته، ان هو احنا بندور في علاقتنا على التميز عند الطرف الاخر. يعني احب احس من صديقتي الانتيم ان انا فعلا نمبر 1 عندها، احب احس من خطيبي او جوزي ان انا فيرست، يعني انا في المرتبة الاولى، وهكذا. فحتة ان انت بتدور ان انت تبقى نمبر 1 دي فعلا حاجة من اللي احنا بندور عليها في علاقتنا. تمام. بتشبع حاجة معينة عندنا. سوري، انتوا عارفين بقى البرد والجو الفظيع دوت. بس استحملوا صوتي الغريب. المهم يا جماعة، عندنا اخر نقطة هي العطاء. انا بدور على العطاء، ما تفهموش الموضوع بالمشقلب. بدور على العطاء ان انا ادي، مش بدور بس ان انا اخد. فاهمين؟ في متعة في العطاء. ناس كتيرة ممكن ما تعرفهاش، لكن الناس اللي فعلا بتدي مشاعر وحب واهتمام للي حواليها هتحسها جدا. قد ايه انا ببقى مبسوطة ان انا بهتم بصاحبتي، قد ايه انا ببقى مبسوطة ان انا بهتم بحبيبي. ده نفسه فيه متعة. طبيعي طبعا ان انا في هات وخد، لكن انا بتكلم على ان انا بنبسط من العطاء بشكل عام. فدي حاجة انا بدور عليها في العلاقة بتاعتي، ان انا انبسط اني ادي، واكيد انبسط ان انا اخد. بس بليز حاولوا تخلوا بالكم من الحتة دي، لان في ناس كتيرة ما بتبقاش يعني حسباها صح. بتبقى حتى ان انا لو اخدت 1 حدي 1، لو اخدت 2 حدي 2. لا هي الموضوع مش كده خالص. العطاء بلا مقابل، او العطاء بحسن، يعني ايه، بتسامح. انا مبسوطة ان انا بهتم بيكي وبديكي وقتي وبديكي مشاعري، فانا مش عايزة زيهم بالظبط. اديني بشكل او اخر اللي انتي تقدري تديهوني، لكن ما تدينيش 1 زائد 1 زي 1 او 2 زي 2. الموضوع ده على فكرة بيوقع شوية في العلاقات، ان انا بحس ان انا النهاردة قلتلك صباح الخير، فانتي بكرة هتقولي صباح الخير برضو. ان انا النهاردة مثلا جبتلك وردة، انت بكرة هتجيبي نفس الوردة بنفس الشكل. لا، الموضوع ما بيبقاش كده، ما تقسوهاش كده. اللي هتاخدوه انبسطوا بيه وبشكله وقيموه جدا، واللي هتدوه خلوه يطلع من جواكم. يعني ما تقسوهاش بأنا اخدت ايه فانا حدي زيه، لا خالص. حاولوا لما تتعودوا ان العطاء يطلع من غير تفكير، هيطلع فعلا حاجة مختلفة وعليها بصمتك، وتبقى لطيفة جدا جدا وبتأثر جدا في الطرف الآخر. دولت كانوا ال7 حاجات اللي احنا بندور عليهم في علاقاتنا مع الآخرين. وكانت الغريب ان ما قالوش الحب حاجة من الحاجات دي يا جماعة. انا عايزة اقول لكم ان لان الحب اصلا هو اللي بيدير العلاقات. ما هو انا لو مش بحبك مش هعمل كده، مش هيبقى في علاقات بيننا انسانية اصلا. لو انا ما بحبكش مش هبقى متجوزاك. يعني الموضوع ان الحب هو اللي بيدور ال7 حاجات دول في العلاقة. لو مفيش حب من الاول خلاص، ولا هيبقى فيه مشاركة ولا اهتمام ولا مش عارفة احتواء ولا تواجد ولا الكلام الفارغ ده كله. انا ما بحبكش،
عادي يعني انا مشاعري ناحيتك حيادية، فخلاص اشاركك ليه، اكون متواجد ليه، اهتم بيك ليه، احسسك ان انت نمبر 1 ليه، مثلا اديك ليه اعطيك حاجة مثلا ممكن اديها لحد غيرك، ليه اسعدك او ليه ابقى مبسوط معاك. هو الحب هيكون الاساس. وزي ما بقول لكم الحب على حسب كل العلاقات، حب الصداقات وحب الأحبة والحب الأسري وكل الكلام ده. فأتمنى ان انا ما كنتش طولت عليكم، انا بس حبيت ان انا اتكلم في موضوع العلاقات لانها حاجة مبهجة، واتمنى ان احنا كلنا يبقى عندنا اصدقاء مقربين، ناس بنحبهم، احبة بنحبهم وبنعزهم وبيعزونا، لان دي فعلا حاجة قيمة جدا في الحياة ومش بنلاقيها كتير. فاللي يلاقي حد بيحبه يا جماعة يمسك فيه ويخليه فعلا فعلا قد العلاقة ديت، وياخد ويدي فيها بكل حب وبكل اهتمام، عشان الناس دي لو خسرناها ممكن ما نلاقيهاش تاني. فأرجوكوا حبوا بعض واهتموا ببعض وادوا بعض من غير مقابل، وحسوا بمشاعر اللي قدامكوا واهتموا بيها وما تحسبوهاش كتير. بس كده، صباح الخير.